عندما يزج بالقضاء العراقي هذا الرمز الوطني الراسخ في دوامة التصريحات السياسية تتغير قواعد اللعبة. في بيان حزب السيادة الأخير الذي اتهم السيد محمد الحلبوسي بالسيطرة على القضاء وتنصيب نفسه وصيا عليه، جاء خطوة غير مسبوقة في محاولة للمساس بمؤسسة يجمع العراقيون على نزاهتها واستقلاليتها. موقف حزب السيادة، هل هو لمكاسب سياسية أم مشروع استهداف صريح للقضاء العراقي؟ السيد محمد الحلبوسي وهو رئيس حزب سياسي وجد نفسه في مواجهة اتهامات تمس القضاء مباشرة. كيف يمكن تفسير هذه الادعاءات التي تصور القضاء كأداة بيد طرف لا يملك سلطة تنفيذية أو تشريعية؟ القضاء العراقي المعروف بقراراته النزيهة أكبر من أن يكون تحت سيطرة فرد أو جهة، وهو الذي واجه تحديات أصعب وحافظ على استقلاليته. بيان السيادة الذي لم يأتي بدليل قانوني على صحة ما ورد فيه يفتح الباب لتساؤلات خطيرة. هل هذه هي الاتهامات تستهدف الحلبوسي كشخص أم تسعى لزعزعة ثقة الناس بالقضاء؟ وإذا كان رئيس حزب يتهم بالتحكم في القضاء، فماذا عن الأطراف التي تمتلك صلاحيات تشريعية وتنفيذية؟ هل يمكن أن يطبق هذا المنطق عليها أيضا؟ وفي المقابل اتخذ الحلبوسي موقفا يعكس احترامه للمؤسسات الدستورية عبر تقديم شكوى قانونية لمواجهة هذه الادعاءات، وهو ما يظهر الفرق بين من يلتزم بالقانون كمسار للحل ومن يطلق الاتهامات العشوائية التي لا تستند إلى أسس واضحة بل تهدف إلى إثارة البلبلة السياسية. والسؤال الذي يطرح نفسه، إذا كان القضاء العراقي بهذه السهولة يتهم بأنه خاضع لتحكم رئيس حزب سياسي، فكيف يمكن أن تحمى نزاهته من تأثير القوى الأكثر نفوذا؟ وهل هذه الاتهامات تعبر عن خلاف سياسي أم أنها محاولة لتصدير الأزمات؟ القضاء العراقي سيبقى صمام الأمان للدولة ومكانته فوق التجاذبات السياسية، أما الاتهامات فهي تنعكس على أصحابها وتكشف ضعف الحجة ومحدودية التأثير. وهذه عودة إلى استوديو الأخبار.